احنا جايين من سلسله فيديوهات افضل 5 حاجات. فالمهم يا زميلي، طبعا قبل ما نبدا اي فيديو انت لازم تدخل تعمل لايك، تدخل تعمل سبسكرايب، تدخل تعمل الحاجات الحلوه دي اللي بتفرحني دي بحبها فشخ. ويلا بينا يا زميلي نخش في الفيديو. زي ما قلت لك يا زميلي في اول فيديو ان الفيديو ده من سلسله افضل 5 حاجات، اللي هو انا جايب لك المره دي بقى مش افضل 5 بس مش حاجات بس، السلسله دي شامله كل حاجه، شامله افلام ومسلسلات، بص في كل حاجه. المره دي انا جايب لك اكتر 5 رابرز انا شايفهم اندر ريتد شويه، ما اعرفش انت تصنفهم ازاي، بس هم بالنسبه لي اندر ريتد، يعني العين مش عليهم كبيره، انت فاهم، العين مش عليهم بصاصه. انا معرفش بصراحه انت شايفني كويس ولا لا، بس الفيديو ده متسجل بقاله 1.5 سنه، ده حرفيا يعني 1.5 سنه حرفيا. فانا لقيته بصراحه صدفه، فقلت ما انتش هوله، لعل لو عايز ممكن تستمتع تعمل لي لايك مثلا. فبس اسيبك مع الفيديو بقى. فاول واحد معانا في القايمه مين يا زميلي؟ اول واحد معانا هو ويزي، علي ويزي، اللي هو مش عايز اديك شويه خمن بصراحه، بس مش عارف اجيبها ازاي، لان انا همنتج اصلا واقطع الفراغات ما صباح الفل، فمش هقعد ساكت عشان اسيبك تخمن. المهم يا زميلي، اول واحد معانا هو علي ويزي وتراك بنادول. لما شفنا زميلي باك شفنا كاني كنت فلاش باك، حدش حمل ويزي فاتن. طبعا مستر كورن هيطلع ويقول لي ويزي ده مش اندر ريتد، ده ويزي معروف، ده عمل مع مولوتوف، ده عمل مع كذا وعمل مع كذا، ده حتى التراك اصلا اللي هو بنادول اللي انا بقول لك عليه من شويه ده هو اصلا عامله مع مولوتوف، والتراك ده انا بحبه فشخ صراحه، البيت جامد فشخ ومولوتوف مبدع فيه هو ويزي. فبعيدا يا اصلا ان انت ممكن تشوفه مشهور ومش مشهور وان نقعد نتجادل انت فاهم ونسب لبعض تحت في الكومنتات، فانا شايف علي ويزي يعني مظلوم شويه بالنسبه للارقام اللي بتحصل اليومين دول. فعلي ويزي بالنسبه لي انا اندر ريتد، بس انا بصراحه انا شايفه انه يستحق اكتر من كده، لان واحد زي ده بصراحه ما يستحقش انت فاهم الارقام اللي بيجيبها دي، ايا كان انت فاهم، ممكن تراك يكون في الواطي، ممكن تراك يكون في العالي، وعلى حسب الناس اللي بتتفرج. فانا بصراحه شايفه اندر ريتد. تاني واحد معانا في القائمه مين يا زميلي؟ وهو موسكو. انا اصلا مش هسيبك تخمن، انا مش هسيب خيالك يوسع، مش هسيب لك مفر. فبعيدا يا اسطى عن انت ممكن تشوف موسكو مشهور او مش مشهور، فانا بصراحه شايف اللقطه اللي حصلت دي ساعدته شويه، اللي هو الناس كانت بتشبهه على طول مروان بابلو، فانا بصراحه شايف الحته دي ساعدته شويه، وخصوصا ان واحد يعني جامد فشخ. والتراك اللي بتكلم عنه في الفيديو ده اسمه كرابيك. كرابيك كرابيك مش هحلك كرابيك، كرابين تحت رجلي كرابيك. عشان تبقى عارف يا زميلي، انا جايب لك من كل واحد تراك انا بحب اسمعها له قوي، يعني بس في تراكات تانية اللي بتبقى لسه بص انا جايب لك من كل واحد هقوله لك تراك صباح الفل يعني. وتراك كرابيك ده معمول كليب، وبصراحه الكليب جامد فشخ وعاجبني، اللي هو تحس انه مدخلك في المود، كليب بسيط انت فاهم وفكرته بسيطه، بس يعني انا بصراحه انا حابب حاجه زي كده، وبحب قوي التراك لما يتعمل من اوديو ويوصل لكليب. انا بصراحه بحب اشوف فيجوال اكتر انت فاهم من اكتر من ان انا اسمع، انا واحد بهتم بالرؤيه اكتر من السمع، فانا بصراحه بحب كرابيك علشان كليب وعلشان اوديو، هو جامد برضه في الحالتين. ندخل كده يا زميلي على طول بقى على ثالث واحد معانا في القايمه. ثالث واحد معانا في القايمه هو مين؟ ما هو ام تي 3 متع او ام تي 3 او ميم تي 3، هي دي كنت بتحب تسميه ايه. ام تي 3 ده واحد من الجيل القديم، تقدر تقول من الجيل القديم قوي، هي بتبقى برضه ليها درجات، انا ما اعرفش انت درجتك انت هتصنفه في انهي واحده فيهم يعني ما انا صح. فانا بصراحه جاي اكلمك عن ام تي 3 اللي هو رجع من فتره ونزل تراك اسمه الرحله. التراك ده كان معمول كليب، وبصراحه حاجه كده دارك كده، في اتاك بيحصل، الكليب ده جامد والتراك عامه جامد فشخ، البرودكشن بتاعه عالي جدا. في رحلة بسعى يتغير القدر، بزرع في الصحراء املي مطر، القلب في المدفن، العقل على القمر، وقعنا بس عادي، العزم من حجر. من اكتر التراكات حرفيا اللي بتمزجني، فيها دبل ستيب، في كده مزيج معمول كده في البيت جامد عظمه. فام تي 3 اللي جاي اكلمك عنه ممكن تكون انت عارفه من زمان ما خدتش بالك في رجوعه وهكذا، وانا حبيت الفت النظر ليه، وخصوصا كليب الرحله او تراك الرحله ليه جامد فشخ. انا هسيب لك لينك تحت ادخل اسمع. رابع واحد معانا في القائمه مين يا زميلي؟ وهو ازلا. الراجل ده انا عرفته من فتره ومش فاكر بصراحه عرفته من ايه، او صادفت بيه تقريبا على اليوتيوب، بس الراجل لما تابعته لقيته بيمتلك كميه سكيلز غريبه وكبيره قويه فشخ، كل ما يمثله الراب معنى صح. واللي شدني ليه اكتر لعبه الفلو بتاعته، شبه عفروتو كده، وقت ما عفروتو بيحب يتنطط كده على البيت بفلو تاني انت فاهم وفلو تالت، فده بيلعب نفس اللعبه. بصراحه الحته دي شدتني فشخ لازلا، فانا بصراحه برشحه لكم جدا، وخصوصا تراك شعبيات تراب. صيحة طرزان كل حاجة هنا عندنا دان 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 دان، بص هنا مفيش مفر، ناكل الجو هم وطلق شوت جان من دول. التراك ده برودكشن لفيدرو ريكورد، ده بصراحه انا كنت بسمع الاسم ده كتير مع دينيو ايام ما كان بيعمل برودكشن لدينيو، هو بصراحه لما كان دينيو كان جامد، انا بيقود اختفى، سبحانك يا رب سبحانك.
المهم يا زميلي ندخل في اخر واحد معانا في القايمه وما اطولش عليك ولا حاجه اطول، وهو اسمه مهاب. يعني اصل انا مش عارف اجيبها لك منين ولا منين، انا مش فاكر الصدفه اللي جمعتني برضو بتراك ليه، بس كانت صدفه جامده فشخ، وخصوصا انه لسه منزل تراك اسمه الصراحه. فانا بسجل اصلا الفيديو ده بعد نزول التراك بتاعه ب6 ساعات، يعني ده مش هقول على الميعاد بالظبط اللي بسجل فيه فيديوهات، يعني كفايه كده قوي. وبصراحه التراك ده عجبني فشخ، لسه نازل انت فاهم، وانا سمعته كذا مره كده، بس بصراحه التراك عجبني فشخ. عيشها تصديق القعدة بيا حضرك كلمة ليها تأثير، ليا في الهزار بس ليا برضو في التقطيع. وهو بصراحه انا خدت بالي برضو من تراكات لي قديمه انه بيمتلك سكيلز كتير، انت فاهم، تدل انه واحد تقيل، اللي هو واحد جايب تقله فعلا، يعني واحد بيعرف يرايم فعلا وبيعرف بيعرف يمزجك بمعنى اصح. اصل انا مش هقعد اشرح لك، الفيديو هيطول مني وهيبهوأ وانا مش هعرف انت انا طين، انا عارف. فالمهم يا زميلي كل اللي اقصده عن مهاب انه فعلا واحد يعني عارف انت اللي هو لسه ناشئ وطالع، بس بصراحه هيبقى ليه اسم كبير، بس يعني ايه اديله حبه كده، اديله حبه يسخن كده تاني. فانا حبيت اعمل لفت نظر بسيط يعني لل20 او 30 واحد اللي بيتفرجوا انت فاهم على الفيديو ده، للناس اللي انا قلت على اساميهم دول اللي هم لسه ما يعرفهمش. بس يعني انا حبيت اطلع اقول على اكتر 5 انا شايفهم اندر ريتد. واحنا كده خلصنا الفيديو، فما تنساش يا اسطى تعمل لايك سبسكرايب شير يا معلش هتبعك معايا واعمل شير، انا اسف يا اسطى بس اعمل شير ابوس ايدك، انا نفسي اوصل 50 لايك، انا عايز اوصل 50 لايك، اعمل لايك يا اسطى وبس يا اسطى، بحبك، سلام.